بدات في واحد الدوار كانت واحد السيده الاسم ديالها فاطمه، مراه على قد الحال، مزوجه وعندها جوج وليدات. راجلها فلاح بسيط، كل مره فين خدام، مره في الارض ديالو، مره عند الناس. المهم عايشين ومستورين. كانت فاطمه ديما كتعرف واحد السيده حداهم، بحال هانيت، مراه بين الثلاثينات والربعينات بحال هكاك. كانوا بحال الاخواتات ماشي غير صحابات، كيترافقوا بجوج لاي بلاصه، وعاده كيمشيو يا يجيبوا الحطب من الغابه يا يجيبوا الفصل الباين، يا الربيع وهي غدا. واحد النهار كانوا جالسين في مجمع ومعهم عيالات اخرين كيهضروا عادي، وهي تهضر واحد المراه كانت مرت المقدم. نتوما عارفين المقدم كيعرف كاع الاخبارات ديال الدوار وحتى الدواور اللي حداهم. نطقات وقالت: العيالات، واش سمعتوا اخر الاخبار؟ قالت لها فاطمه: ما هي هاد الاخبار؟ قالت لهم كيقولوا بلي الدوار اللي حدانا قالوا بلي شافوا واحد السيده ماشي عاديه، وبلي بحال والو تكون الغوله. قالوا بلي واحد المراه كانت خدامه في الحقل هي وراجلها، وهي تجيهم واحد المراه ملتمه كتطلب الماكله، وديك السيده عطفات عليها، مشات معاها للدار، حطت ليها اتاي وهي تلوحو خواتو كامل فمها، وهو كان سخون. تما عرفاتها راه هذيك هي الغوله. تخلعات ولكن ما بيناتش ليها، جاب الله راجلها والحق عليهم، حيت ما بانوا ليه العيالات تعطلوا، وهي تنوض الغوله تما تغاضى، حيت على ما كيتقال الغوله كتخاف من الرجال وما تقدرش تهاجمهم مباشره، ولكن تقدر تهاجمهم غدرا من اللور. كملوا العيالات الهضره، راكم عارفين العيالات اللي مشاو تبداو الهضره ما كيساليوش، بقاو داويين من هنا ومن لهيه حتى وصل المغرب. كلشي تفرق، كلها مشى لدارو. مات فاطمه وصاحبتها راجعين للدار، حيت الدار ديال فاطمه حدا الدار ديال صاحبتها. راكم عارفين الديور ديال الباديه خصوصا في القديم كانوا كيتبناو غير بالطين والحجاره، اما دابا كلشي تطور بحال الباديه بحال المدينه. ما علينا، بقاو واقفين كيتفقوا. وحده الديور كان واحد الجنان ديال الكرموس. بقات فاطمه وصاحبتها كيتفاهموا امتى غيمشيو للغابه باش يحطبوا، يعني يجيبوا الحطب. كانوا كيمشيو مع ديك الخمسة الصباح. غتسولوني علاش في داك الوقت الباكر؟ اولا الغابه بعيده، ثانيا يلاه يوصلوا مع ديك الستة بحال هكا وغيحطبوا وغيتموا راجعين. ومع ديك التمنية هكاك بقاو مع ديك التمنية هكاك يلا غيوصلوا للدار بحال هكا. يلا وصلوا للدار وخاصهم يسقيو البهايم، خاصهم يعطيو النعاش ما ياكلوا، يعني بزاف ديال المهام. بقاو كيتفاهموا ها امتى بغا طرقها، امتى غيمشيو، امتى هكا. تفاهموا باش صاحبة فاطمه اللي هي كلتهم دق عليها مع الخمسة. صافي تفرقوا، كلها مشى لدارو. عشات فاطمه هي وولادها وراجلها ونعسوا. هما كينعسوا بكري، خصوصا في داك الزمن ما كان لا تليفون لا تلفازه اصلا، واخا يبغيو يتلاهاو ويسهروا ما كاينش باش يسهروا. مع ديك الجوج ديال الليل فاطمه كتسمع الدقان في الباب. ناط قالت: شكون؟ سمعت فاطمه: انا كلتهم. يلا هزات صافي قالت: راه الخمسه هادي. هزات الفاس ديالها باش تقطع الحطب، واحد نص خبزه باش تاكلها لكن فيها الجوع، وقرعه ديال الماء. خرجت بقاو غاديين. الغلط اللي دارت فاطمه انها ما طلاتش على المكانه. كانت عندهم في الدار واحد المكانه ديال الحجره، ديك المكانات ديال الحجره اللي كيتعلقوا في الحيط وهدوك الصغار اللي كيتحطوا حداها. هي حسب ليها راه الخمسه هذيك، وصلوا وصلت صاحبتها باش ترقع مع الخمسه وما شكات في والو، حيت ديك الساعات اصلا الخمسه كان الوقت كيكون الظلام. بقاو غاديين في الطريق، فاطمه كتهضر، صاحبتها غير ساكته. مرة كتجاوب يا اما ولا لا ولا بقاو غاديين. يلا يلا بعدو بشي 15 دقيقه هكاك. هزات فاطمه القرعه بغات تشرب، وقالت لك: انتم واش بغيتي تشربي؟ قالت ليها: لا، فيها غير الجوع. جبدات واحد الطرف ديال الخبز كان كبير شويه وعطاتو ليها وهي تصرتو. ديك الساعات فاطمه طاح ليها الماء في الركابي، حيت طريقه باش سرطات الخبز مستحيل بنادم عادي يسرط نص خبزه دقه وحده. تما فهمات وعرفات وتاكدت هذه ماشي صاحبتها كلثوم، هذه الغوله مسيفه بشكلها. عقلته في بداية القصة ذكرت بلي كانوا كيتفقوا امتى غيمشيو للغابة حدا واحد الحقل ديال الكرموس. ديك الساعات كانت الغولة مخبية تماك، تخبات تما، تسنات، تطفوا الضواو. دازت واحد ساعة، 3 4 بحال هكاك، وهي تمشي تدق على فاطمة وتسيفات بصيبة صاحبتها ودقات عليها. واخا ما طلعش بحالها 100%، كانت ظلمة وما كيبان والو. ملي عرفات فاطمة ان هذه ماشي كلتهم دارت راسها ما عارفة والو، حيت اي خطأ منها غتولي واجبة للغولة. قالت لها فاطمة: شدي لي هاد الحبل والفاس، غنمشي نقضي حاجتي في داك مورا داك الشوك ونرجع نهبطوا للغابة. هزات الزيف ديالها
وهي كلها كترعد، وحطاتو فوق ديك الشوكه بحال الا هي اللي كتقضي حاجتها تما، وما تسناتش والو ولو ثانيه وحده. عطاتها الجرة جهدها كامل. الغوله كانت كتسنى باش حتى تبعدها من الدور وديها للغابه وتاكلها تما على راحتها كاع. بقات كتسنى ديك 5 دقائق، 10، 15 دقيقه، 10، 16، والو. السيده ما بغاش تسالي، بقات كتعيط ليها بصوت انثوي ديك الغوله، كتقول لها فاطمه فاطمه، والو. واش مازال ما ساليتيش؟ والو. فاطمه ما كتجاوبش. وهي تمشي دارت لجهه داك الشوك، والو. لقات غير الزيف داير كيبان من بعيد بحال الا بنادم جالس، كيقضي حاجته. ولكن فاطمه يحسب ليها كانت كتشوفها من بعيد، كان يحسب ليها واش فاطمه هربات. صافي الغوله قلقات وصافي غضبات، صيفات شكلها الحقيقي. شكلها كان عرفتو بحال البقره الا وقفتيها على جوج رجلين وحيدتي ليها الراس ودرتي ليها راس بنادم عامر شهر تماما. كان شكلها هكاك تماما، كيخلع بكل ما تحمله الكلمات من معنى. وكتقدر تسيف بصفة اي واحد بغات، واخا ماشي 100%. ولكن المهم ما جات فاطمه فين توصل حلات وهي الباب وهي كترعد كامله. الركاب يفشلوا عليها. لكم ان تتخيلوا كون ما جات كون لكم ان تتخيلوا كون خلاتها وما اكتشفاتش الموضوع حتى تكون وصلت للغابه، يعني تكون ديك الساعات بعيده على الدار بساعه ديال المكانه، يعني كانت غتاكلها هاديه اكيد غتكون غتلحق عليها دغيا. حيت السرعه ديال الغوله ماشي بحال السرعه ديال البنادم عادي. ما جات تسد الباب حتى لحقات عليها، سدات الباب بالزربه. بقات الغوله كتضرب في الباب بالمخالب ديالها، ما بغاش يتحل. وبدات كتحفر تحت منه. فاطمه مشات تفيق راجلها، قالت ليه نوض سربي. هز راجلها واحد الفاس. ما جات الغوله تحفر تحت الباب، خرجت راسها من تحته وهو يضربها. فصل راسها على الجثه ديالها. تجمعوا الناس الدوار حيت سمعوا الصداع والغوات. حفروا ولاحوها واحد الحفره ولاحوها فيها، لا هي لا راسها. والحمد لله فاطمه خدمت عقلها في اخر لحظه، ولا كانت غتكون واجبه للغوله. انا شخصيا اللي كنعاود لكم القصه. واحد النهار كانت العطله، مشيت لدار جدي ندوز عندهم العطله. كنت كنطلع على السطح بزاف، كيعجبني المنظر ديال السماء في الليل خصوصا في الباديه. طلعت في واحد السلم حيت ما كانوش الدروج وبقيت جالسه. والله ما عمري ننسى داك المنظر اللي شفت. واحد الكيان مخبي في واحد الجنان وهو كيطل فجاه وقف، ومتاكده ماشي خيال حيت كانت القمره وبنفس الوصفات اللي وصفت لكم اللي قلت لكم. بقرا وعندها راس ديال بنادم وخايب بزاف وكيخلع بكل ما تحمل الكلمات من معنى. الصراحه داك المنظر ما عمري ننساه. السلوم ما عرفتوش فين جا. ملي رجعت لدارنا بقيت مريضه مده طويله من هول داك المنظر. الغوله راه بصح تقدر تكون بصح، حيت اصلا الغوله هو واحد مصنف من واحد الجن سميتو جن الغيلان، ومن صنف اللي كيتسموا بالغيلان. الله يحفظنا ويحفظكم والعياذ بالله. وشكرا على الاستماع.